نصائح الكابتنة والدريم تيم المتوقع تألقه للجولة 23 من قهوة الفانتزي. كالعاده وقبل اي حاجه، لو انت ما شفتش الحلقه الكامله اللي فيها نصائح الجوله 23 هتلاقي اللينك في الديسكربشن او هنا وهنا مشروح فيه كل الماتشات تقريبا، فبص عليها بص. لكن في الحلقه دي هنتكلم عن الدريم تيم المتوقع تألقه ونصائح الكابتنه بس. لكن قبل ما ابدا عندي حاجه مهمه عايز اتكلم فيها. كان في ناس بتتكلم وبتقول ان الدريم تيم اللي احنا بنتوقعه ما بيكونش ب 100 مليون تقريبا زي ما موجود في البنك، وانه مش صعب ان اي حد يختار اللعيبه اللي في الفرق الكبار وبعدين يحطها في التشكيل ويقول عليها دريم تيم، بس مع ذلك هي مش هتكمل في تشكيله فعلا. هو ده حقيقي فعلا وانت معاك حق، لكن انا عشان اتوقع 11 لاعب ب 100 مليون بالظبط متوقع تألقهم الجوله الجايه فده صعب جدا. واكبر دليل على كده ان في الجوله اللي فاتت اكتر لعيب جاب نقط كان رايس مدافع وست هام، وكان مملوك بنسبه 5% بس. او مثلا زي ووكر مدافع توتنهام اللي فضل ماشي الموسم كله بنقطه واحده وفي جوله واحده بس جاب 19 نقطه. فبشكل عام الحاجات اللي بنتوقعها بتكون مجرد اجتهادات بس من الاحصائيات اللي فاتت، وان ال11 لاعب اللي بعرضهم هم فعلا الدريم تيم، بس مش لازم يكونوا معاك كلهم، لكن على الاقل يكون معاك ناس فيهم، لان دول بنسبه كبيره متوقع تألقهم الجوله الجايه. بس كده يلا بينا نبدا. الدريم تيم الجوله دي هيلعب ب 4-4-2، وطبعا في حراسه المرمى اللي ما بتخلاش عنه هو اليسون بيكر. اليسون هو اكتر حارس في البريمير ليج مستواه ثابت من اول موسم تقريبا، وبيعمل كلين شيت كتير وكمان بياخد بونص، فبرشحه مش بس الجوله دي، انا برشحه لكل جوله تقريبا، لان اليسون فعلا حارس ثمنه فيه. وزي ما قلت قبل كده انت مش محتاج تجيب حارسين وتقعد تبدل فيهم كل جوله، لا انت بس هات اليسون وارميه وسيبه وهو هيعدي لك نقط زي ما انت عايز. فلحراسه المرمى فعلا في الجولات اللي فاتت والجولات الجايه ما برشحش حد زي اليسون. وطالما جبت سيره اليسون وليفربول يبقى على طول لازم اقول روبرتسون واحد من افضل باكات الشمال في العالم في الوقت الحالي، ان ما كانش هو افضل واحد فعلا. مستواه كويس جدا على الناحيه الدفاعيه، وكمان اداؤه الهجومي كويس جدا، فعمل 5 اسيست لحد دلوقتي. وكمان بما ان الليفر بتطلع كتير فالكلين شيت بتاعه مضمون تقريبا، وزي ما احنا عارفين بياخد بونص كتير. ففي ظل اصابه ارنولد فبشوف ان روبرتسون مدافع كويس جدا. جنبه على طول يجي لوك شو مدافع مانشستر يونايتد. اليونايتد بشكل عام بيقدموا اداء فوق الممتاز من ساعه ما جه سولشاير قدام الفرق الكبيره قبل الفرق الصغيره، وده شفناه في ماتش توتنهام تقريبا. ما بيطلعوش كلين شيت كتير، بس بعد المستوى اللي شفنا بيه دي خيه في ماتش توتنهام اتوقع ان الكلين شيت الجوله الجايه هيكون مضمون، بالاضافه كمان لانهم هيلعبوا برايتون فريق سهل نسبيا وفي المتناول. فلوك شو للجوله دي اعتقد انه خيار كويس جدا، وكمان نسبه امتلاكه قليله فده هيعلي الرانك بتاعك لو جاب نقط. ويجي بعدها على طول تريبيير مدافع توتنهام. تريبيير عنده ماتش سهل قدام فولهام، فاعتقد بنسبه كبيره انه هيقدر يعمل الكلين شيت قدامهم، بل كمان ممكن يخطف اسيست. انا عارف ان له اخطاء كارثيه زي ما شفناها في ماتش يونايتد، بس برضه مدافع متكامل، فبص عليه بص. واخر مدافع معانا هيكون لابورت، من المدافعين اللي سعرها نقص في الفتره اللي فاتت، لكنه هيلاعب فريق سهل جدا وهو هدرسفيلد. وزي ما احنا عارفين ان هدرسفيلد مستواه سيء جدا من اول موسم، وازداد سوء بعد رحيل الظاهره رمضان صبحي. فجوارديولا بشكل عام اعتقد انه هياخد كل اللي هو عايزه من الماتش ده وهيكسب بسكور. فلابورت هيكون خيار كويس جدا في ظل ان في ناس كتير باعته وسعره قل، فهيعلي الرانك بتاعك كمان. في خط الوسط بقى ما ينفعش اتكلم عن اي خط وسط قبل ما اجيب سيره محمد صلاح. اكتر لاعب جاب نقط في الفانتزي واكتر لاعب مضمون في الفانتزي بشكل عام، مستوى ثابت كل جوله جول واسيست، يعني من الاخر الفلوس الكتير اللي هتدفعها فيه هتردها تاني بجوال واسيست طبعا. بالاضافه كمان ان صلاح الفتره اللي فاتت بقى هو اللي بيلعب ضربات الجزاء، فاعتقد ان صلاح خيار كويس جدا طول الموسم. هو بس بيجي قدام الفرق الكبيره وبيعطل، بس مش مشكله، في الماتشات الجايه ما عندوش فرق كبيره كتير. فصلاح لو مش معاك لحد دلوقتي يبقى انت بتهزر. جنبه على طول يجي دينامو خط وسط مانشستر يونايتد بوجبا اكتر لاعب في العالم قدر يثبت ان العيب كان من المدرب بتاعه مش من اللعيبه، وده شفناه بعد ما مورينيو مشي الانفجار اللي حصل. بوجبا كل جوله تقريبا بجول او جول واسيست، والجوله اللي بيعطل فيها بيعمل فيها اسيست زي ما شفنا ماتش توتنهام. بل كمان انه في الماتش ده بالرغم انه عمل اسيست بس الا انه سدد 3 تسديدات خرافيه على هوجو لوريس. فبوجبا خيار كويس جدا، وكمان عنده ماتش سهل، فاعتقد بنسبه كبيره ان بوجبا هيسجل جول وهيعمل اسيست كمان. وفي ظل اصابه هاري كين واللي هتطول معانا شويه ورحيل سون لكاس اسيا، فبالتالي ما ينفعش اعدي خط الوسط ده من غير ما اقول ديلي الي مستواه كويس جدا في الناحيه التكتيكيه اكتر من الفانسي، لكن بشكل عام زي ما قلنا بعد رحيل سون لكاس اسيا وبعد اصابه هاري كين اتوقع انه هيتالق الجوله دي وهيسجل او على الاقل هيعمل اسيست. فاعتقد ان ديلي الي الجوله دي هيكون خيار كويس جدا، خاصه ان عنده فريق ضعيف زي فولهام اللي هي اضعف خط دفاع، فسهل عليه جدا انه يجيب جول فيهم. واخر لعيب في خط الوسط هو اللعيب اللي انتوا اخترتوه مش انا اخترته، هو ريتشارلسون بقاله تقريبا 5 أو 6 جولات ما بيجيبش جول، ما بيعملش اسيست، بياخد كروت صفرا بس، فكل جوله تقريبا بيطلع بنقطه او نقطتين. فاتكلمت عليه في الحلقه اللي فاتت وقلت ابيعه ولا اسيبه، لكن ناس كتير قوي قالت لي سيبه بعد ماتش هدرسفيلد. لكن بالنسبه لي ريتشارلسون دي اخر فرصه بالنسبه له. ليه؟ لانه هيلاعب فريق سهل هو ساوثهامبتون في ارضه، فاعتقد ان ريتشارلسون زي ما انتوا بتقولوا قادر انه يجيب جول الجوله دي او على الاقل يخطف اسيست ويخلينا نمسك فيه. الاثنين المهاجمين هيكون اولهم خيمينيز اللي عنده ليستر سيتي. زي ما قلنا اخر مواجهتين بين الفرقتين انتهوا بفوز ليستر، لكن زي ما احنا عارفين ان وولفرهامبتون قدام الفرق الكبيره بتعمل ماتشات عاليه. وعشان الناس اللي بتسال وبتتريق لما بقول كده، فعلا ليستر سيتي من الفرق الكبيره. كون في فريق جاي من الدرجه الثانيه قدر انه بعد موسمين بس يحقق لقب الدوري الاصعب في العالم في ظل وجود ارسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد ما قدروش يحققوا عليه، يبقى فعلا في مشكله، وفعلا ليستر سيتي فريق كبير. فما تحاولش تقلل
اقلل من ليستر، لان ليستر فعلا فريق كبير ايا كان مركزه. فاعتقد ان خيمينيز بنسبه كبيره هيسجل جول في الجوله دي. ويجي جنبه على طول ماركوس راشفورد، اكتر لاعب الناس بتشتريه بقاله جولتين، وبصراحه هو عامل الصح معانا من زمان قوي. ففي اخر 9 مباريات لراشفورد قدر انه يشارك ب 10 اهداف، 5 اجوال و5 اسيست، فمهاجم مضمون جدا، وكمان سعره مش غالي مقارنه باجويرو واوباميانج، وهو اكتر لاعب هو وبوجبا برشحهم في تشكيله مانشستر كلها. فلو مش معاك راشفورد الحق اشتريه، لان سعره لسه هيغلى اكتر من كده. وبكده يكون ده الدريم تيم المتوقع للجوله 23، واللي لازم يكون معاك منهم لاعبين او 3 على الاقل عشان تعرف تجيب نقط وتعدي شويه. ده لو ما حصلش اي حاجه يعني واللعبه دي. تعالوا بينا بقى نخش على نصائح الكابتنه، واللي هنقسمها زي كل حلقه 3 كابتن و1 ريسكي. اول كابتن معانا هو الكابتن المضمون من الجوله الاولى حتى الجوله الاخيره، محمد صلاح. زي ما اتكلمت على محمد صلاح في الدريم تيم، هو فعلا لعيب متكامل، ودلوقتي بيشوط ضربات الجزاء وكل جوله بجول او جول واسيست، فاعتقد ان خيار كابتنه امن ومضمون جدا. وكمان ماتشه الجاي قدام كريستال بالاس على ملعبه في انفيلد، فاتوقع انه هيقدر يسجل فيه. ثاني كابتن معانا هيكون بول بوجبا. زي ما اتكلمنا عنه في الدريم تيم، بوجبا انفجر في الفتره الاخيره وبقى عنده ادوار هجوميه اكتر من الدفاعيه اللي كان مورينيو بيديها له، وكل جوله تقريبا يا بيجيب جول يا بيعمل اسيست، فاتوقع انه خيار كابتنه مضمون جدا، خاصه ان عنده ماتش قدام برايتون. ثالث كابتن معانا هو إريكسن بنسبه كبيره بتوقع انه هيسجل الجوله دي وهيكون خيار كابتنه مضمون. اما الكابتن الريسكي فهيكون اجويرو ريسكي، ريسكي جدا، برغم ان عنده ماتش سهل جدا قدام هدرسفيلد، لكن جوارديولا بقاله جولتين تقريبا بيعتمد على خيسوس، وزي ما شفنا الجوله اللي فاتت اجويرو نزل في الدقيقه الاخيره وما قدرش يعمل جول ولا اسيست، لكن بنسبه كبيره لو اجويرو بدا الماتش ده بتوقع انه هيسجل جول او 2 او هيعمل جول واسيست. فانا اخترت اجويرو في الكابتنه ريسكي لمجرد بس اني مش عارف جوارديولا هيلعبه ولا لا، لكن لو لعب فهو خيار كابتنه مضمون جدا. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده واللي اتكلمنا فيها عن الدريم تيم المتوقع ونصائح الكابتنه للجوله 23. فاخيرا لو انت ما شفتش حلقه النصايح بتاعت الجوله 23 كامله، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. ولو انت مش عامل اشتراك في القناه تنزل تعمل سبسكرايب من تحت او من هنا. ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا او هنا. ولو عايز تدخل دوري القهوه هتلاقي الكود هنا او تحت في الديسكربشن او في اول كومنت متثبت. وحاسب على مشاريبك قبل ما تمشي. سلام عليكم.